يا جماعة ازيكوا عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن سؤال غريب يمكن عمرك ما ركزت فيه، بس لو فكرت فيه هتلاقيه رهيب، وهو ليه مفيش اتنين في العالم عندهم نفس البصمة؟ ليه كل واحد فينا بصمته مميزة حتى لو اتنين شبه بعض زي التوايم؟ الموضوع ده مش صدفة ولا حاجة بسيطة، ده وراه حاجات بتحصل جوه جسم الإنسان وانت لسه جنين، ودي اللي بتخلي بصمتك حاجة محدش غيرك يملكها. أولاً لازم تفهم إن البصمة بتتكون وانت لسه في بطن أمك، يعني وانت جنين صغير، وبالتحديد بين الأسبوع العاشر والأسبوع الستاشر. الفترة دي هي اللي بيبدأ فيها جلد صوابعك يشكل خطوط وطيات اللي هي البصمة اللي ما بتتكررش. وعلشان تفهم الموضوع أكتر لازم تعرف إن كل خط من الخطوط دي بيتكون بسبب عوامل كتير ما فيهاش أي تطابق من طفل للتاني. يعني مثلا أول عامل هو وضعية الجنين، لو صباعك بيضغط على السيل الأمينوسي بشكل بسيط الضغط ده يغير شكل الخط، ولو اتلمس جدار الرحم يتغير شكل تاني، وكل حركة صغيرة بتغير شكل الخط. كمان في حاجة اسمها سرعة نمو الجلد، ودي بقى ما بتبقاش زي بعض بين جنين والتاني حتى لو الاتنين توأم، يعني ممكن واحد منهم جلده يكبر أسرع سنة صغيرة عن التاني، وده يخلي البصمة مختلفة. ودي حاجة برنامج صوت مش هيعرف ينطقها صح لو قلتها فصحى، فأنا ببسطها. كمان الجو اللي حواليك جوه الرحم نفسه، درجة الحرارة، كمية السيل اللي حواليك، وحتى الحركات اللي انت بتعملها وانت مش واخد بالك، كل ده بيأثر على البصمة بشكل محدش يقدر يكرره. طب السؤال اللي ممكن يكون في بقك دلوقتي، ليه البصمة بتفضل ثابتة وما بتتغيرش؟ علشان الخطوط دي بتتكون في طبقة عميقة من الجلد، يعني حتى لو جرحت نفسك جرح بسيط الجلد اللي يطلع يرجع بنفس الشكل، فلازم الجرح يبقى غاير جدا علشان يبوظ شكل الخط نفسه، وده نادر. طب هل ممكن يحصل بالصدفة ان اتنين يبقى عندهم نفس البصمة؟ الإجابة لا، العلماء درسوا ملايين البصمات وما عندناش ولا حالة واحدة ظهرت ان اتنين ليهم بصمة واحدة، وده مش محتاج بقى فصحى وشرح كبير، لأن العوامل اللي بتكون البصمة عشوائية زيادة عن اللزوم. ولو جينا للتوائم المتطابقين اللي شبه بعض وممكن صوتهم يبقى واحد وبرغم ان جيناتهم هي بس البصمة ملهاش دعوة بالوراثة، بس الجينات بتدي الأساس، لكن اللي بيحدد شكل البصمة الحقيقي هو العوامل العشوائية اللي حصلت جوه الرحم. والأغرب ان مش بس بصمة الإصبع اللي مميزة، ده كمان بصمة العين وبصمة الصوت وطريقة المشي، حاجات كتير فينا ربنا خلقها محدش غيرك عنده زيها بالظبط. ويمكن تسأل نفسك كده، طب ربنا خلق كل واحد ببصمة مختلفة ليه؟ علشان التمييز، علشان يبقى ليك هوية محدش يقدر ياخدها منك، وعلشان العالم كله يعرف يفرق بين الأشخاص سواء في الأمن أو التكنولوجيا أو أي حاجة بتحتاج تأكيد هوية. دلوقتي البصمة بقت تستخدم في فتح الموبايل والسفر والشغل والتحقيقات، وكل ده قائم على فكرة إنها مستحيل تتكرر. والتكنولوجيا كمان بقت تقدر تفرق بين بصمتين حتى لو شكلهم قريب جدا من بعض. وفي النهاية لو بصيت لصباعك دلوقتي هتفهم قد إيه الجسم بتاعك معقد ومليان تفاصيل مش بسيطة، وكل خط صغير فيه ليه قصة حصلت وانت لسه مش فاكر الدنيا. ولو حابين فيديو تاني نتكلم فيه عن أنواع البصمات زي بصمة القوس والدواير والحلقات وإزاي كل نوع بيظهر، قولولي في التعليقات وهعمل فيديو كامل عنه. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويا سلام لو تفعلوا الجرس، واستنوني في فيديو جديد.